النجم عبد الظاهر السقا. انا مفيش كابتن جه عليا صعب لان خالص. انا ملتزم. علاقتكم اتوترت في السنين الاخيره. احمد حسن، السنه اللي حازم رجع فيها، رمضان صبحي، شريف اكرامي، حسام عاشور، احمد فتحي. شكلنا جيل دلوقتي بيتقال عليه الجيل الذهبي. انت كنت محسوب من رجاله محمود الجوهري. عبد الله انا بقول عليه ان هو اخر اللعيبه الكبار. سمير كمونه ولا محمد يوسف ولا مدحت عبد الهادي؟ ما هو الاهلي لازم يكون في نجم مصر. كان ابراهيم سعيد ولا صالح جمعه ولا كهربا؟ خلي بالك بركات لا سريع ولا عنده لياقه بدنيه. مين اللي دماغه بجد صعبه انك خدت مجهود كبير عشان تعرف انا كل القعده على الفلوس. مين اكتر لعيب اكيل؟ مش جاي لحسن شحاته ولا جاي لمحمود الجوهري ولا جاي لاي حد خالص. في حلقه جامده جدا من ابن كارك، ضيفي النهارده واحد من اللعيبه الكبيره اللي عملت تاريخ كبير. حضر فترتين من دهب، فتره 98 مع كابتن محمود الجوهري وفتره 2006 مع كابتن حسن شحاته. عمل تاريخ لنفسه مع انه ما لعبش في الاهلي والزمالك. عمل تاريخ لنفسه واحترف في اوروبا وعمل اسم كويس جدا في تركيا، بل واتسمى في وقت من الاوقات عمدة اللعيبة المصرية في تركيا. ضيفنا النهاردة هو المدافع الكبير النجم عبد الظاهر السقا. يا زهرة برحب بيك وسعيد بوجودك معايا. حبيبي يا كيمو، والله انا اللي سعيد دايما. انت عارف انا وانت بنعمل شغل كويس. بحبك جدا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني، ولاعيب كبير حبيبي. ومحترم، وعمرنا ما سمعنا عنك مشكلة في الملاعب ولا بعد الملاعب. فانا مبسوط جدا انك معايا النهارده. الحمد لله الحمد لله. ده اللي انا كنت بحارب عليه من طول عمري يعني، حتى وانا لعيب، ان انا الحمد لله اتحط في حته. الحمد لله ان انت بشغلك وعرقك وبان انت مفيش اي حاجه وراك تكمل لك الصوره، غير ان انت واحد محترم بتشتغل كويس قوي، بتحترم اكل عيشك بشكل كبير، شغلتك، فانت لازم تكون متميز صح. فيها وتراعي ربنا فيها والناس هتعرف ده كويس. ما بحبش ابقى رقم 2 او 3 في الحياه يعني. بحب ان انا لو اشتغلت حاجه لازم ابقى رقم 1 فيها. ماشي. والكونسبت ده او الفلسفه دي خلتني اسيب حاجات انا كنت رايح لها، وبعدين غيرت الكارير بتاعي عشان انا عايز ابقى اروح في الحته دي، في الحته اللي انت تبقى مميز فيها، مش مجرد واحد كمان. لا خالص. انا دي مشكلتي، ان انا لو رحت في حته وما حسيتش ان انا بأدي فيها كويس او بعمل اللي عليا، انا بنسحب تماما. وخلي بالك دي ضراني بشكل كبير جدا. بالعكس انا شايفها مفيده. لا خالص في مصر اشتغل وخلاص. في مصر هنا مفيش مش كده. لا خالص. انت اهم حاجه الشهر بيعد وانت بتقبض بس كده. عدد شغال والدنيا ماشيه. فده لا انا ما بعملش. انت مالكش في السكه. بحاسب نفسي اكتر. فاهم. مش بستنى حد يحاسبني. فاهم قصدك. بحاسب دايما نفسي اكتر وببقى مسؤول. الحمد لله رب العالمين. وبحب كده، بحب ان انا ابقى مسؤول. فاهم. طيب اسالك السؤال الاول التقليدي، اخبار كار الكوره بالنسبه لعبد الظاهر السقا ايه؟ هل هو حياه ولا شغلانه؟ حلو قوي. حلو جدا السؤال ده. حياه. سمك في ميه على طول، ما تقدرش تطلع. لا خالص ما اقدرش. يعني ده معناه انه حتى اصحابك اللي بتشوفهم يوميا وكده من الكوره؟ لا خالص. لا خالص. يعني اصحابك من بره الكوره؟ اصحابك اللي هم القريبين، سيبك من الزمايل، بس القريبين من بره الكوره. طبعا. لكن ليه الكار ده بالنسبه لك حياه؟ يعني ممكن تبقى عشان عمل اسمك، عشان نور لك طريقك، عشان قدم لك حاجات كتيره، ولا علشان انت بجد ما تقدرش تتنفس من غير الكوره؟ هي الكوره انا ما اقدرش. عشان هو اللي جابني هنا. هو اللي وداني قنوات تركيا، هو اللي اداني فلوس. هو اللي عمل لي وضع، هو اللي شغلتي. مكانتي هنا، اللي بفهم فيه هنا. ماشي. روحي هنا. بحب شغلي. مراتي متهماني بشكل كبير جدا انك بتحب شغلك اكتر من بيتك. باجي على بيتي عشان كده بدأت شوية اهتم ببيتي شوية. طبعا. السنة اللي فاتت طبعا. ماشي. بدأت اتعرف على اولادي. خد يا حبيبي اسمك ايه بقى؟ صعب قوي. عملت معاهم اجتماع، يعني بقول لهم انا اسف
عايز تعوض بقى حاجات كتيره كانت الكوره واخداك منهم جدا جدا. انا كنت تعوض ده. انا انسان كنت ملتزم جدا في حياتي يعني لحد دلوقتي الحمد لله، بس وانا لعيب كوره كنت ملتزم بزياده شويه. كنت دايما اجي على نفسي وعلى اسرتي وعلى عشان شغلتي، اوكي، عشان ابقى ناجح، عشان اعمل تاريخ، ماشي. عشان فانت فده ظلم بيتك شويه. لو بصيت في التاريخ كله مفيش حد عمل اللي انا عملته بره الاهلي والزمالك. موافق. والله موافق. انك تبقى مدافع اساسي في منتخب مصر مدة في فترات كبيرة، ذهبيه، فترات مهمه مش فترات وخلاص. وتلعب في تركيا اللي هو دوري مش دوري برضو دوري لا اي لا. كلام دوري يعني وتبقى كمان موجود هناك باسم كويس وشكل كويس وانديه كتيره. لا طبعا ده اكيد عملت حاجه ما اتعملتش بسهوله. بص خالص. دي لو انت في اهلي والزمالك هتبقى عندك الموضوع 50-50 يعني انت تعبت 50% 60%. مش بقول الناس اللي عملت التاريخ ما تعبتش، لا تعبت جدا، لكن ان انت بره الاهلي والزمالك انا شايفها، او اللي انا حسيته، او اللي انا يعني بقول لنفسي برافو بفضل ربنا سبحانه وتعالى. طبعا بفضل ربنا سبحانه وتعالى ان انت قدرت ان انت تعمل التاريخ ده وسط الناس دي في ازمنه متعدده. يعني من ايام الكابتن جوهري 98 زي ما انت قلت، لا مستر كرول صح، كرول قبلها وبعد كده الكابتن جوهري، وبعد كده الكابتن حسن شحاته 2006 و2010 وفي وسطهم بقى كابتن محسن وتارديلي وكل الدنيا كل ده ان يجتمعوا عليك طبعا ده صح. شيء الحمد لله فضل الله. عشان لما تقعد قاعده او بتقعد وسط ناس او تقعد، دي الثقه اللي بتجيلك لان يعني انت في ظهرك حاجات تفتخر بيها، فاهمني؟ عشان كده بقول للعيبه اللي موجوده دلوقتي انت مش هتحس غير لما تبطل. مش هتحس باللي انت عملته. هتحس انت عملت ايه او قدمت ايه بعد ما انت بتقدم حصاله. بعد ما تقدم اللي انت عملته انت هتشوف الناتج بعد ما تبطل. مش بس تاريخ، ان انت تبقى نموذج يقتدي بيك اللاعبين والناس. لان انا بسمي لاعب الكوره ده حد مسؤول. طبعا اقعد فكر انت لاعب كوره فانا مزاجي بقى لا اروح لا طبعا خالص. صح. في عيل صغير بيتفرج عليك وبيسمع عنك وبيشوفك فبيقلدك. فده هتاخد عليه ذنوب. صح جدا. مش ان انت بس لعيب كوره، انت بتفكر في نفسك. اول ما تطلع على التلفزيون، اول ما تبقى لعيب مشهور، او انت مش بتاع نفسك، انت خلاص انت بقيت اصل حياتي الشخصيه لا مش حياتك. انا مش مقتنع بالحته دي. لا ما ينفعش شيخ مثلا اجي الاقيه في حته فاهم مش لاقي على ما فاهم قصدك، او حد بتاع دين يعني فاهمني، الاقيه في حته مش مظبوط. نفس الحكايه انت كلاعب كوره، الموديل ده او البروفايل ده او اللي انت كلاعب كوره وظيفتك لاعب كوره، انت ليك معيشه معينه. هتقبلها هتبقى انسان كويس. صح. مش هتقبلها اشرب، هتاخد اكسات كتيره وبالتالي مشوارك مش هيبقى حلو يعني. واقرا التاريخ. صح، موافق جدا. واقرا التاريخ، اقرا التاريخ واسمع من الكبار وشوف النماذج اللي اتعورت في حياتها وبعد الكوره اخبارها ايه. شوف صدقني اسهل حاجه للاعب الكوره، شوف اللي قبليك حصل له شوف اللي قبليك حصل له ايه. صح. انا كان في اعتقادي اول ما اوصل 30 هعتزل بسرعه. كنت بشوف نماذج لها اسماء واتبهدلت في ال 35 وال 33 وقعدت تلعب. انت عارف اللي بيشدوهم الارض الارض لو عطشان. لا انا هعتزل بكرامتي. لا اول ما اقعد احتياطي هعتزل. ما لازم العب دايما اساسي. فالحمد لله رب العالمين لحد اخر يوم. انت بطلت كام سنه؟ انا بطلت كنت داخل في 38. اخر ماتش ليا كان ماتش انبي والزمالك، وكنت واخد كاس مصر. كاس مصر كاس مصر. ده كان اخر ماتش. ده كان اخر ماتش 38 سنه. اوكي. مقتنع اصلا بمقوله عدوك ابن كارك؟ عندك الحته دي؟ طبعا موجوده. موجوده بشكل عامل ازاي في الكوره؟ نفسيات، غيره ولا حقد ولا يعني عامله ازاي؟ بص، في واحد بيتنافس معاك طول الطريق وكل واحد فيهم عايز يبقى الاحسن. ماشي. بس مش كاره ان انت اللي انت فيه. اوكي. ده من احسن ده السوي. ده اللي هو ماشي بنفسك وعايز ابقى احسن منك، بس مش كارهك ولا كاره نجاحك. وده كله في جيلنا. ده كان جيلكوا كده. اوكي. يعني جيلنا كله كنا بنبص بنسابق بعض احنا فين.
بس منافسه حلوه شريفه بس يعني. مش زعلان ان انت كده. ماشي. لكن في ناس مريضه لما تيجي الكاميرا تيجي عليك انت تزعل. كانت بتتضايق. مم. وانا دايما اقول قانون الحياه ان الكاميرا بتلف مش ثابته، مم. شويه تيجي هنا شويه تيجي هنا صح شويه تيجي هنا. مم. خلاص. بس لما تيجي عليك شوف انت هتعمل ايه، مم. او لما يجي لك الامتحان انت مذاكر ولا مش مم. مذاكر. مم. فاهمني؟ انت ليه بتزعل لما الكاميرا بتيجي عليا انا؟ مم. لان عملت شغل كويس، فاهم. فطبيعي جدا ان الكاميرا تيجي عليا. موافق جدا. خلاص. ماشي. مش طبيعي ان انا كمدافع، وبرضو احنا كمدافعين ما بنبقاش ستار قوي يعني زي مش زي اللي الفرود، بيجيب جول والحريف زي الفرود. ماشي. فاهمني؟ فاهم. فلما بتيجي عليك انت لازم تكسر الدنيا. مم. لازم تكون عامل حاجه اكسترا جامد. صح كده. جامد عشان ماشي. انت راجل مدافع فما تبانش في الصوره. مم. فاهمني؟ مم. بس فكان جيلنا كله مفيهوش بيتنافس. الحته الوحشه بتاعه الغل والبتاع مفهوش. بس موجوده في اجيال بعدك اجيال بعده اجيال قبلي وقبلك كمان. بس اللي قبلي اكتر. والله كنا نسمع ونشوف. ماشي. يعني ماشي. اتأذيت انا من الاجيال اللي قبلي. انت شخصيا اتأذيت؟ كنت المفروض العب وانا صغير. يعني كنت المفروض العب، وبعد اللعيبه الكبار والمسؤولين الكبار بعدوني، بس انا كنت صغير. كنت لسه في المنصوره، ولد صغير لسه بيحاول يشق طريقه فما عملش حاجه يعني. انت خلي بالك كريم، لما تبقى لعيب من المنصوره انت وجودك مش مهم اصلا. يعني انت وجودك مش هيسبب لهم قلق. فاهمني؟ ماشي. فانت لو ما كنتش صنعت لنفسك اهميه في التيم او يبقى ليك لما تغيب يحسوا بيك ان انت غايب، ده مجهود رهيب طبعا. لكن مثلا ما جينا نلعب بقى مثلا، كان لما مثلا انا من جيلي مدحت عبد الهادي مثلا، فمدحت لما يغيب هو نجم الزمالك. معتمد جمال لما يغيب فهو نجم الزمالك. انما عبد الظاهر السقا لما يغيب ماليش كريدت عند الناس، ماليش صحافه، ماليش سوشيال ميديا، ماليش حد قالوا انتوا ما خدتوش ده ليه. ما ينفعش. فاهمني ازاي؟ طبعا زمايلي طبعا اخوات طبعا مدحت ومعتمد. طبعا وقتها برضه ما كانش فيه سوشيال ميديا. بس كان فيه صحافه وكان فيه اعلام. بالزبط. مش قوي زي دلوقتي، بس كان فيه طبعا. طبعا لما سمير كمونه يغيب مثلا هو كان في النادي الاهلي كان موجود. انما لو عبد الظاهر غاب، لو محمد يوسف غاب، انما لو عبد الظاهر غاب ما ايه المشكله؟ فاهمني؟ فاهم قصدك. ده التحدي بقى. فكان لازم تحفر انت بايدك طبعا علشان تعمل ده. وعملته. ايوه الحمد لله فضل ونعم. تعب كبير قوي. في اللي انت ذكرت اسامي كتيره جدا، واتدربت مع ناس كتيره جدا، ولعبت مع ناس كتيره جدا، ودربت ناس كتيره جدا. كل حاجه يعني كل الاجيال تقريبا عدت عليك. مين اقرب ناس ليك في كار الكوره؟ اصحابك؟ انا وائل جمعه. ماشي. ده ابن كار بجد يعني. والله يعني اصحاب جدا بنفس البوزيشن. بس اصحاب جدا عائليا. طبعا عائليا متواصلين. حتى هو في قطر متواصلين بس لسه بتتكلموا جدا. كل مين يوم تاني؟ مين قريبين منك تاني؟ قريبين مني بس بعاد عني في الفترات. احمد حسن طبعا. ده بحكم العشره. بحكم العشره، السنين الطويله اللي عشناها مع بعض، وبالذات في الغربه دي بتعمل برضو بتقوي العلاقه. ماشي. عمرو دسوقي دلوقتي لانه جاري موجود معايا يعني. ماشي. موجود. محمد يوسف. حلو. ماشي. يعني مدافعين عادي، مفيش نفسيات ما بينكم يا محمد؟ لا خالص. وعمرو دسوقي كلهم مدافعين. ماشي. الكار ده في ناس انت مالكوش في بعض يعني. انت تيجي تقول طبعا انا فلان ده ماليش فيه طبعا. طبعا في ناس اتغيرت وبعدت عنهم. يعني فهمني، في ناس حتى لو كانت بادئه كويس معانا وبعد ما بتتغير فانت بتتبع اسلوب معين. طبعا باخد بس انت ما بتعاتبش يعني؟ لا خالص. ده تقول له انت مالك عامل كده ليه؟ لا خالص. خالص. كل واحد له مشاغله، ما بحبش كده. ما بحبش العتاب اصلا. ماشي. بس المشاغل غير اللي انك اتغيرت يعني. انا لو انا وعبد الظاهر السقا اصحاب بس انت اتشغلت، ما انت فاهمه، ما انت عارفه. ماشي. ما انت عارفه ليه كده. ما انت بص يا كريم، في يعني انت عايز تفهم صاحبك وتاخده على عيبه وتبقى متقبله جدا على صدرك يعني. فالمفروض انك ما تزعلش من العيب ده. ما تزعلش منه. فانت ما بتزعلش من حد. بس انت بس ممكن تقول ان فلان ده انا ماليش فيه. انا ببعد نفسي. انا باخد جنب كده. اوكي. طب تفتكر الناس بتقول ايه عليك في الوسط ده؟
يعني لما بتيجي سيره عبد الظاهر السقا في اي قاعده فيها ناس من الكوره بيقولوا ايه عليك؟ هو محترم و بيقول صاحب صاحبه يعني. بحب اقف مع حد ما يكون عنده ازمه، ببقى موجود معاه بقلبي يعني. ماشي. مش ببقى موجود معاه بس يعني، ببقى موجود معاه بقلبي يعني. ولو حد زعل منك او فهمك غلط في حاجه بتشرح بتوضح الحكايه، ولا بالنسبه لك خلاص ما دام انت صدقت؟ اخر مشكله عملتها مع حد يعني كان فتح الله، وزعلت من نفسي قوي زعلت منه هو لا زعلت من نفسي انا شخصيا يعني. كنت انا ممكن اعمل احسن من كده. فقعدت استنيت لحد ما جو يلعبونا بيراميدز وفيوتشر، ودخلت انت في جهاز فيوتشر وهو في جهاز بيراميدز. اوكي. ودخلت اوضه اللبس، اعتذرت له قدام اللعيبه. هو قاعد يتحايل عليا ان انا ما اعملش كده، قاعد يتحايل عليا جامد. قلت له لا والله انا ده اللي هيريحني، اللي هيريحني ان انا ادخل اوضه اللبس واعتذر لك. وباتشيكو اللي كان ماسك الفرقه دخلت وهو بيشرح الخطه، واحنا هنلاعبهم كمان تلت ساعه. ايوه دخلت في المحاضره الاخيره، في المحاضره وكل اللعيبه قاعد عبد الله السعيد والناس، فاستغربوا جدا ان الراجل بتاع مودرن جاي يعمل ايه عندنا. لا واحنا كنا كمان احنا منافسين جديين يعني، منافسين لبعض. احنا لا احنا منافس فعلا على البوزيشن اللي هو رقم 4 او 3 مربع او 3 او كده. فاحنا كنا بيقارنونا دايما ببعض، المشروع ده والمشروع ده، فاهمني. فلما زعلت معاه قلت له لا لازم ادخل لك. فباتشيكو استغرب حتى يعني لما انا داخل المحاضره. باتشيكو عارفني لان انا حصل معايا كلام معاه كتير. فدخلت فهو استغرب، كل الاوضه وقفت، حتى اللي كان بيعمل مساج بتاع اي حاجه كله وقف. فعبد الظاهر داخل الاوضه ايه ده، داخل يعرف التشكيل ولا ده داخل يسمع بالظبط. فيا جماعه انا بستأذنكم بس انا بتأسف لفتح الله اخويا الصغير ونجم كبير، وبتأسف لكم قدامكم كلكم. حلو منك برضه. ما كنتش اسامح. ده اللي كان يرضيني مش يرضيه هو. ده الحاجه الوحيده اللي خلتني مبسوط من جوه. لان انا فلما بتزعل حد ما عندكش مشكله خالص؟ لا خالص، ما بتكبرش وتقول لا مش هعتذر والحاجات دي. لا فالحمد لله عمري في حياتي ما زعلت حد يعني. يعني باجي على نفسي بس لا، بس هو ما زعلش حتى لو مش قاصد. حتى لو مش قاصد. اوكي. انما في الشغل هتلاقيني زعلت ناس كتير. ماشي، اللي هو مش قاصد انك تزعل فلان، بس انت الشغل اللي بيحتم عليك انك تعمل هو فهم ان ده شغل، وان دي شخصيتك في الشغل، شخصيتي في الشغل. فاهم. فانت انا وانت صحاب جدا، لان انا عندي شخصيتين، شخصيه الصاحب وشخصيه الشغل. اول ما بدخل في الشغل انا ممكن يعني في ناس بتستغرب انت ازاي بتعرف الحاجات دي. يعني انا مع اللعيبه مثلا بحسوش بفرق السن من كتر التعامل. يعني ما حدش بيقول لها كابتن يا ظاهره زهره، فاهمني. ماشي. كل اللعيبه ماشي. بس لما بيجي الشغل بس ده اللي اتعلمته بره بقى. اوكي. ده اللي اتعلمته بره. وقت الشغل وقت الهزار والصحوبيه وبتاعت حاجه تانية. واكتر ناس صحابي بيتاذوا. ماشي. هي دي مشكلتي. بس خلاص لو الناس فهمت شخصيتك خلاص. يعني من اقرب الناس ليا دلوقتي كلاعيبه ناصر ماهر. ماشي. انا فاكر من اصعب الناس ان هو لعيب كبير. انت من اول الناس الحمد لله. والله. فاهم. بس تفهمه. فاهمني. هو عايز، قلت لي انا فاكر وقتها ان هو بس محتاج حد دايما يتكلم معاه، دايما حد يظبط له الاراء والوجهات. رقم 10 ايجو تاني خالص. رقم 10 انت ما بتاخد اللعيبه بالبوزيشن بتاعها تفهمه، انت هيسهل عليك معامله الناس. اوكي. ما تاخدش كل الناس زي بعض. زي مثلا انت عايز تربي عيالك زي ما ابوك رباك. غلط جدا. الزمن غير الزمن. صح جدا. انت كمان لازم تعرف رقم 6 مش زي رقم 10، مش زي رقم 8، مش الحارس. لو انت في قوانين ثابته لكن في معامله متغيره. لا يمكن تكلم رقم 6 او رقم 5 زي رقم 10. اوكي. رقم 5 دايما مسؤول، عنده مسؤوليه. ماشي. مدافع. كلمه مدافع جايه ان انت من البودي جارد، الحارس. الحارس اللي هو الاساسي، اول خط دفاع او بيقول عليه كده. فواخد من شخصيه البوزيشن بتاعه. فتلاقي كل المدافعين شويه مش مهرجين. ماشي. فاهمني. ماشي. النسبه فيهم المهرجه مش بتلاقيه لعيب توب قوي. اوكي.
فاهمني؟ هتلاقي اللعيبه اللي عملت تاريخ هتلاقيها مسؤوله، هتلاقيها شخصيات جد حتى جد في حياته الشخصيه. رقم 10 عايز يحس بنفسه على طول، ان انا الباشمهندس ايوه ان انا باشمهندس، بس خده وديه خده وديه يعني لا تديله دي قوي، بس لو ما اديتهالوش انت مش تاخد منه احسن حاجه، انت مش تاخد منه احسن، لان ده بيعمل لك حاجه انت لا يمكن كمدير فني انت بحياتك هتقدر تتوقعها. هي بتاعته، هي النو هاو هي دي بتاعته. هو بياخد الكوره وبيعمل لك حاجه انت مش متوقعها، بيهندس بقى، هو بيرسم الرسمه الحلوه اللي انت اصلا مديله، بس فلازم مزاجه يبقى معدول. صح جدا، موافق جدا، لازم يكون مزاجه معدول. صح. يعني ناصر له 10 دقايق معايا في داخل كل ماتش لازم. طبعا لازم تقول له حاجه انت اللي هتكسبني. الله جميل يعني. بص هو طرف السما، هو طرف السما خلاص. النهارده لو كويس انت هتفرق معانا خلاص. فبينزل دايما الكلمه دي في دماغه، خلاص بتلاقيه واحد بقى متحمل مسؤوليه، فاهم جدا، بقى متحمل مسؤوليه، وبقى راجل واخد ان انا اللي هكسبني. يعني اديله دي بس، لا هتنزل منك ولا هتقلل منك، بس هي تتعامل زي ما انت قلت بذكاء، انها تتعامل يعني لان هم بيروحوا في حته لازم ترجعوا فيه، ما ينفعش تطيروا قوي يعني. صح. فتلاقي مثلا هو بيشرب معايا مثلا بره حاجه قهوه وبتاع ومش عارف ايه، وفي نفس اليوم بتخصم منه 100,000 جنيه. عادي جدا. انا هنا غير هنا جه متاخر. ماشي. ده انا كنت قاعد معاك كابتن، مش معنى ان انا جيت كنا بنشرب قهوه، انا مالي انا اجيب مزاجي، انت ما تجيش مزاجك، انت تروح النادي. صح، فاهمني ازاي؟ اوكي. فلازم الفصل ده. حلو قوي. هسألك بقى اسئله سريعه، الفقره الثانيه اسئله سريعه جدا ب3 اختيارات. لو عجبك اختيار من الاختيارات اللي اديتها لك اختاره، ما عجبكش اختار لي اختيار رابع بس قول لي السبب. بس هنجري جدا بقى. قول لي. المدرب صاحب الفضل الاول او اكتر اول مدرب ساعدك جدا انك تبقى تتحط على الطريق، كان كابتن حسن مجاهد ولا كابتن محمود الجوهري ولا مستر رود كرول؟ كل واحد عادي اختار. كل واحد اختار ازاي بقى كل واحد عمل ايه. كابتن حسن جابني من درجه 3 او درجه 4. انت كنت قبل المنصوره في سمات طلخه. اوكي. سمات طلخه درجه 4 كتير. طلع كمونه وطلع البشبيشي وطلع ناس كتيره كانت في فرقه المنصوره اصلا جايه من سمات طلخه. اوكي ماشي. فكابتن حسن هو اللي شافك هو اللي وجابك وانت صغير. كابتن بلبل بيومي ده قطاع ناشئين، حلو، محدش يعرفه بس ماشي. ده مهم جدا بالنسبه لي. اوكي. هو اللي جابني وحطني في نادي المنصوره. حلو. كابتن حسن اول واحد اداك الثقه ولعبك اساسي. وانا قعدت في المنصوره 3 سنين مش عارف اخد استغنى وبتمرن بس. ماشي. طلعت فرقه كبيره بالصدفه. اوكي. يعني انا قصه حياتي برضو صعبه جدا. صعبه جدا، اصعب مما تتخيل. ماشي. في انا راجل مش شكاي يعني، ما بحبش اقعد اشتكي، بس فعلا يعني لو نحكي للناس اللي بتقول ظروف صعبه. لا مش زي خالص. لما يكون عندك 14 سنه وتقعد تتمرن في النادي 3 سنين من غير استغنى، من غير ما تلعب ماتش واحد رسمي، وانت ولد صغير كده وحط هدف في نفسك ان انت هتلعب منتخب مصر. بتاخد فلوس ولا بتلعب ولا اي حاجه خالص، ومعايا عندي مواصلتين، بمشي مواصله وبركب مواصله. بتمشي مسافه وبعدين تركب مواصله تروح النادي كل يوم. اوكي. كل يوم. فكانت صعبه جدا. من غير ولا مليم. من 14 ل 17 سنه. وبعدين من 17 ايه اللي حصل بقى؟ لعبت ماتش ود مع الفرقه الكبيره. كان الولد معانا في فرقتنا ما جاش، وانا كنت قاعد طبعا بتفرج ملتزم برضو. يعني سبحان الله هي بتبقى كده مسؤول. فخدت اللبس ولعبت. مدرب الفريق الاول مين ده؟ كابتن حسن ولا لا ما كانش كابتن حسن. مين ده؟ قالك ده اسمه عبد الظاهر السقا بيلعب في الناشئين. هاتوه على طول. حلو. وده كان يوم فارق بقى في حياتي. ماشي. بالصدفه يعني. وبعدين كابتن حسن كان دوره ايه بقى هنا بعد كابتن حسن اللي خلص لي الموضوع. اوكي. كان هو مع الحاج ابراهيم مجاد يعني رئيس النادي، فهو عارفني يعني، فهو اللي خلص لي الموضوع. ماشي. وده هو بقى جه يمسك الفرقه بقى. حلو. كابتن جوهري بقى ده تدخل في يوم من الايام، جه حد قال له في لعيب اسمه عبد الظاهر بيلعب في المنصوره، تعالى نشوفه. ايوه. كان مين اللي قال له؟ كابتن سمير عدلي ولا كان مين؟ لا حكم. بس ما اعرفوش. والله قال له انا كنت بحكم. وولد هايل جدا في المنصوره، لازم تروح تتفرج على كابتن. وهو واثق فيه قوي كده لدرجه انه يروح؟ لا هو كابتن كان كابتن بيشتغل كشافه، بيشتغل مدرب، بيشتغل كل حاجه. ماشي. فقال له يا سمير، هو بيحكي لي بقى، وسمير كابتن سمير عدلي ربنا يديله الصحه، ان في واحد اسمه عبد الظاهر في المنصوره،
فجهز نفسك يوم الثلاث احنا هنروح هنطلع. نتفرج عليه. طريق منصورة للقاهرة ده كان اسمه طريق الموت يعني، كان قد كله كده حوادث ورايح جاي اه ولا تنجى لا ما تنجاش يعني لا توصل لا لا توصل لا توصل. توصلش. فجاب بيحكي لي عليه 4 ساعات، كان 4 ساعات. دي حاجات طبعا يعني. ماشي. فبيقول لي انام واقوم يا سمير، اقول له والله يا كابتن لسه ما وصلنا. مم. فوصل، قعد تلت ساعة ومشي على طول، قعدت وكلمني تلت ساعة بقى في الماتش اه اتفرج تلت عليك ساعة, تلت ساعة بس على طول. قال لي خلاص من اول مرة خلاص هاته، وانا ما اعرفش خالص. اوكي. وانت اصلا ما تعرفش ان انا اصلا الكابتن جوهري كان جه يتفرج وبتاع عليك ولا اي حاجه. خالص. أوكي. كلمني بقى واللي انا بحكيه دايما ان هو لما كلمني كنت عند خطيبتي، والولد اول ما قال له محمود جوهري رمى التليفون وانا نزلت من 3 دور. حاجه يعني صعبه جدا. مش مصدق ان انا هروح اشوف الكابتن جوهري يعني. طب. مش مصدق ان انا هروح بقى مع التيم بتاع 90 ده. ازاي يعني. فكانت يعني ماشي. كانت البدايه يعني بتاعه. ماشي. لا اول واحد اداني سبورت، لان طبعا. انا ما كنتش بلعب الحته دي، كنت بلعب ليبرو لا نص ملعب. فهو قال لي قال لي انا بص انا شايف فيك ال10 سنين اللي جايين. والله عمري ما انسى الموضوع ده ابدا. انت لازم تتعلم تبقى مساك، عشان انا السنه الجايه احتمال بلعبش بليبرو السنه الجايه. يعني اول واحد في الدنيا علمني يعني ايه بلان، ويعني ايه خطه، ويعني ايه تبص لقدام، ويعني ايه تشوف الفرقه من منظور تاني. فلازم تتعلم، لان انت فيك الحتتين تعرف تلعب 4. قلت له يا كابتن انا ما بحبهاش اصلا. يعني انا طبعا ما اتعودتش ان انا اناقش الكابتن جوهري، بس قلت له يا كابتن هجرب، انا هعمل كل اللي عندي، بس انا ما بحبش البوزيشن ده، بحبوش. ماشي. انا دايما لعيب كوره، مش حابب واحد بيجري ورا واحد كده. فقال لا هتبقى كويس. اوكي. بس اول ماتش كنت الاجوان من سببي، تاني ماتش من سببي. دخلت له الاوضه قلت له مش هلعب الحته دي. قال لا هتلعبها هتبقى كويس، ال10 سنين اللي جايين بتوعك. قلت له ركز اكتر بقى، يعني اركز اكتر، وبدات بقى احبها. ماشي. طول ما انا ما كنتش بحبها كنتش بأدي فيها. اول ما حبيت المكان وحبيت وخدت بالنصيحه بقيت جامد جدا. بقيت جامد جدا. اوكي. ماشي. لان لعيب الكوره لعيب كوره في اي حته. طبعا. بس في الاخر برضه انت مش حابب المكان. انا ما كنتش حابه في الاول. ماشي. لما حسيت ان دي مصلحتي وان ده هبقى انا كويس فيه فعلا، زي ما وبثق في الراجل اللي طبعا. فلما كنت بعمل ماتش كويس كان يجيبني بقى ايه الاخبار. والله كانت لا تمام الحمد لله. فاهم. الله يرحمه. كان عظيم. ماشي. كرول بقى. كرول اول ما خدني منتخب اولمبي انا حياتي اتغيرت في اسبوع يا كريم. انا خدت استغنيتي، لعبت قدام النادي الاهلي، رحت منتخب اولمبي. ماشي. كل ده في شهرين. من بني ادم ملوش لازمه في الحياه بروح التمرين لواحد كل حاجه عشان كده بتتفتح قدام. ايوه بالظبط. ماشي. عشان كده اوعى تفكر ان انت من اول ما تمشي هتنجح. صح. لازم ربنا هيقيسك، هيقول لك بتعمل مجهود وبتسعى ولا انت جاي وربنا هو اللي بيقول الميعاد. صح. هتتفتح امتى؟ صح. انت بتفضل تخبط على الباب ده ما فتحش، تخبط على الباب تاني ما فتحش، تخبط. هو بيقيس صبرك. بيقيس انت فعلا عاوز ولا مش عاوز، بتسعى ولا لا. صح. الايمان ده بقى كان عندي من 14 سنه ان انا هوصل. فلما طلعت فريق اول لا صدقت. لا بيبان كتير. يعني انا العب فيجي ياسر الكناني بدل ما هو ليبرو كان اتصاب، فانا بدأ لعبت قدام الاولمبي، وكان الكابتن عاصم زغلول اللي كان لعبت وانا صغير. فاول مره اشوف الكابتن عاصم زغلول واحمد يعني كانوا فرقه برضه. طبعا. فكنت صغير فربنا كرمك ولعبت. وما لعبت تاني ماتش او تالت ماتش لعبت قدام الاهلي، فشفت عبد الجليل وهو وانا صغير، فهو عبد الجليل كان نجم مصر. ونكسب الاهلي 1-0 وانت موجود فيه. فيجي كان ساعتها اللي ماسكنا الكابتن كمال عثمان الله يرحمه. فخدني من ايدي وداني لكرول. ويجي معايا كمان الكابتن بدر رجب كان معانا في المنصوره، فيعلمني كوره وهو لعيب وانا لعيب، بس هو كان لعيب يعني براند وانا ما كانش طبعا. فكان يقول لي اشرف قاسم بيعمل كذا، هاني رمزي بيعمل كذا. هو من يومه هو عارف ان وقال لهم ده يجي معاه الاوتيل وده لازم تحافظوا عليه. فاتغيرت حياتي. ماشي. كمان خطبت البنت اللي انا بحبها
وانا ما كنتش اصلا عندي امل ان انا اخطبها، لان انا من مستوى معين مش هتعرف تتجوزها، انا ماليش مستقبل اصلا يعني. انا هروح اعمل ايه؟ انت بتتكلم ازاي واحد عنده 17 18 سنه ولا معاك ولا مليم ولا اي حاجه خالص ولا اي حاجه خالص. يعني انا متجوز صغير جدا فاهمني، بقى ليا كيان بقى ليا، وتقول لي انت بتحب شغلك ليه؟ انا اسف. فواحد جه من العدم كده، من صبره وايمانه بنفسه وموهبته لبني ادم، كل شويه ربنا وقف له واحد يحطني في ليفل تاني. اوكي. لو شفت تركيا والاهلي، يعني انا كنت ماضي للنادي الاهلي، هسالك عليه اكيد. مفيش ساعات يعني دي جات لي في ساعه ودي جات لي في نفس الساعه. فتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيوديك في الحته اللي انسب لك، اللي احسن لك يعني. فسيب ربنا يعمل لك الخطه. صح جدا، فاهمني. ما عليك ان انت تشتغل بس. اشتغل واحترم نفسك. حلو. بس اكتر مدافع كنت بتحب تلعب جنبه في كل اللي لعبت جنبهم دول من المصريين، سمير كمونه ولا محمد يوسف ولا مدحت عبد الهادي ولا حد رابع؟ ولا وائل جمعه. كنت بحب وائل جمعه. عنده ايه زياده عن الناس التانية؟ بس بحب يوسف شويه لان يوسف على عدلته الشمال وانا على عدلتي اليمين، فكنا مظبوطين مع بعض. أوكي. بس مع وائل كنت بضطر العب شمال. ماشي. الناحيه الشمال. ماشي. وكان ابراهيم سعيد ورانا، وبعد كده قبل كده سمير كمونه، وقبل هاني رمزي، وبعد كده ابراهيم سعيد، كذا حد لعب في ظهرنا يعني. وبعد كده بدأنا نلعب باربعه، فلعبت جنب ناس يعني. لكن اللي انا استريحت معاهم كان وائل جمعه. التزام وائل جمعه. انا ما ببصهاش فنيات، والله عمرها ما كانت فنيات. هي عمليه ان الناس دي ملتزمه ولا لا. اوكي. الملعب ما هو الا التزام بواجباتك، ولما يبقى عندك موهبه طلعها انت في الملعب. حلو. انما في تعليمات هتنفذها عشان ننجح كلنا. أوكي. في تعليمات موحده للفريق كله، لو احنا كلنا امنا بيها وعملناها هنكسب من غير اي حاجه خالص، من غير ما نضيف اي بهارات خالص. فدي كنت بحبها في وائل الصراحه. حلو. بحبها في وائل والناس اللي قدامنا طبعا، لان انا كنت دايما اتكلم مع الخط الدفاعي يعني دايما يعني. اصعب كابتن كان عليك كان احمد حسن ولا حسام حسن ولا عصام الحضري ولا حد رابع؟ لا هو احنا مشكله الكابتن عليا انا في منتخب مصر يعني. المشكله ان احمد بنجيل يعني احمد فرق ولا حاجه فانت بتعتبر الكابتن اصلا، بنعتبر نفسنا كلنا كباتن يعني احنا في 2006 كنا بنجتمع مع بعضينا. الجيل ده كان بيجتمع احمد والحضري وابو تريكه وجا علينا بقى عماد متعب، الجيل العظيم اللي جه علينا ده فضاف لنا كتير جدا. لا طبعا انا في عهد احمد، هو عشان احنا مع بعض انا كنت لازم التزم عشان احمد، عشان ما يقولش ان هو صاحبي. فما فيهاش مجامله في نفس الجيل بتاعي. فانا بطبيعتي اصلا ملتزم يعني. انا مفيش كابتن جه عليا صعب لان انا ملتزم. اوكي. حسام حسن عمرك ما دخلت في حاجه كده، مش لازم تبقى خناقه يعني، بس قصدي عمرك ما دخلت في حته كده ان انتوا مش عارفين تتفاهموا قوي مع اي كابتن عليك في مصر يعني؟ انا مره اتخانقت مع طردلي مع المدير الفني. انا في الغلط انا هدخل مع اي حد. حلو. انا في الغلط او حد بيأذي المكان انا هدخل فيه وبيشوف وش تاني خالص غير اللي هو شايفه خالص تماما يعني. لا انا ما فيش كابتن جه عليا صعب خالص. حتى حسام حسن كان بيحبني جدا وكان دايما ياخدني في الفرقه عشان انا طبعا هنكسبه. وطبعا مواقف كتير جدا مع الكابتن حسام والكابتن ابراهيم طبعا من الناس اللي انا بعتز ان انا لعبت معاهم. والحضري؟ لا الحضري مش كابتن، ما كانش كابتن عليك بس كان من اللعيبه الكبار. ما زينا هو لعب قبلينا بس لكن حتى كزميل لا هو احمد ساب لحد اصلا. ما هو مشكله ان الكابتن ده يبقى من جيلك، ما هو ماشي معاك. ايوه صح. فانت النهارده هتاخد الكابتنه ازاي؟ ما الكابتنه حد بيبطل وحد بياخد. صح. فاصلا حسام حسن فضل ل 2006. صح جدا. عشان كده احنا جيلنا معمر في الملاعب. جيلنا ملتزم لحد 2010 و2011 و12 كانوا موجودين في الملاعب عادي. صح. قول لي مين في جيلنا خد الكابتنه؟ مفيش. صح. هو احمد اللي فضل وبعدين احمد. بالظبط. فهو انا هما اتنين في حياتي. هما تقريبا في الحياه دي كلها حسام واحمد. صح جدا. يعني فاهمني ازاي؟ لحد 2010 اخر بطوله انا لعبها في 2010 وخدناها كان احمد. ماشي. اوكي. فاهمني. اللعيب اللي كانت دماغه دايما تعباك
كان ابراهيم سعيد ولا صالح جمعة ولا كهربا ولا حد رابع؟ انا لعبت مع كل دول طبعا، بس لما لعبت مع صالح وكهربا كانوا صغيرين جدا. فكانوا بيسمعوا الكلام جدا، فكانوا اه بيسمعوا الكلام. ماشي. اول يعني تاتش مع صالح كان هو ابو العيله بيلعب معانا اه وابو العيله قاعد يعني مرمط نفسه، مم. وصالح يجي له في الكوره تك 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 تك، فخدته في الاوضه بقى، مم. تعالى مم. تعالى عشان انت فاهم الكوره غلط يعني فاهمني. حضرتك كابتنك عمال يمرمط نفسه في الملعب مم. ويعمل تكالنج وبتاع، انت بتلعب لعب 30 سنه، مم. اللعب ده مش هينفع. اللي هو حضرتك بتلعب ده. نص ملعب، فانت مم. بتعمل نص حاجه وبتعمل فحضرتك انت قدامي وانا شايفك، انت ما بتجريش ولا مم. بتقطع ولا بتعمل، انت مستني الكوره. ففي سنك ده مفروض انا اشوف واحد، وابو العلا ده واقف، هو اللي يوقف مكانك. مم. فقال لي خلاص يا كابتن تمام مش عارف ايه، بشرسه مم. يعني بعلمه ان الكوره بس مش ان انت تجاوب تعمل يعني اسيست. معاك وفاهم اللي انت بتقوله. طبعا أوكي. طبعا ماشي. كان صغير جدا اه طبعا، كان صغير. وكهربا برضه نفس كهربا نفس الحكايه. الكلام. اوكي. اه وابراهيم ابراهيم سعيد ما عملش معاه مشكله خالص خالص. خالص. بص كريم، هو الفكره ان انت تفهم البني ادم فتعرف مفاتيحه فين. بس اوكي. تضحك عليه. ما انت ممكن يكون في حد تاني غير الثلاثه اللي انا قلتهم لك، في حد تعبك من اللعيبه اللي هي مخها صعب التعامل معاه. انا ما فيش حد بيتعبني، انا بجند اي حد يعني وانت بتلعب أنا وانت إبراهيم وانت موجود في الجهاز الفني في مودرن او في اي حته، مفيش ولا لعيب تعبك. لا في لعيبه طبعا وانا مسؤول. اه لا في لعيبه تعبتني. ما انا قصدي كده. لا في لعيبه تعبتني. ايه مين؟ طبعا. احكي لي مين اللي دماغه بجد صعبه، انك خدت مجهود كبير عشان تعرف المفاتيح. لا ما خدش مجهود، انا كنت بحاول اغيره. محمد فاروق. اوكي. ده كنت بحاول اغيره للاحسن. بس كان ايه، كسول مثلا؟ لا دماغه في لعيبه عندها نظريه المؤامره ونظريه ان انت مستقصدني. دول كتير على فكره، في مدار في كتير اتغيروا معانا. ماشي. كتير اتغيروا معايا انا شخصيا، كنت بفهمه انت اللي بتحط نفسك في التشكيل مش المدير الفني. صح، انت اللي بتفرض. انت اللي بتفرض. صح. خليك هات جونين 3 من العقلانيه في بني ادم مش هيلعبك تاني. مستحيل. ايه ده؟ اتفضل اعمل اسيستين، انت مكانك بتجيب الجوان وبتاع مكانك فين ليه؟ فاهمني. ففي لعيبه برضو احنا لما دخلنا فيوتشر لا كل لعيبه تعبتني في الاول. كلهم بلا استثناء يعني، غير كريم نيدفيد محترم. لا في حته تانية خالص يا جماعه. ده بني ادم مش لعيب كوره، ده يحترم. ده بص هادي جدا وكده. لا ايه الطاعه ديت؟ ايه التركيز ده؟ ايه اللي انا مش موجود في اوضه اللبس غير ان انا عايز العب بس؟ ايه البروفيشنال ده؟ بني ادم. انا الوحيد اللي لقيته محترف في مصر. اوكي. كريم نيدفيد اكتر واحد شفته محترف. طبعا. ما كنتش عايزه يرجع النادي الاهلي والله. اوكي. كنتش عايزه يرجع النادي الاهلي عشان يلعب. عشان يلعب تاني. واللي انا قلت له بيحصل. اوكي. قلت له يا كريم لو رحت النادي الاهلي مش هتلعب. هو معانا انا والكابتن علي كان لعب 90% من الماتشات. صح، كان دايما اساسي. بالظبط. اوكي. ومش اساسي بس ده مؤثر. فاهم. مؤثر لانه لعيب هايل. فانت كنت عارف انه لما يرجع الاهلي مش هيعرف ياخد مكان اساسي. بالظبط. وقلت له كده. وبرضه ما سمعش كلامه. لا احنا كنا سايبين له مكان في القايمه. ان هو احتماليه رجوعه كتير قوي. اوكي. انه هيرجع. ولحد اخر فتره بكلمه. فاهمني. وعارف ان هو كان لحد ما النادي الاهلي هيجي كنا احنا متارجتينه بشكل كبير جدا. لانه شخصيه في اوضه اللبس لازم يكون عندك واحد اسمه كريم نيدفيد. فاهم. وساعات بيبقى المفيد قوي ان يبقى عندك شخصيه كده حتى لو مش اساسي بس يبقى موجود معاك في الفريق. اللعيبه لما فهمت التارجت بتاعنا او اللي احنا عايزين نروح فين، ده ما كانتش سهل. كانت سهله خالص. انا مره كسرت اوضه اللبس. ليه؟ بص في الاول اللعيبه كانت جايه تحط شخصيتها لواحد اصلا لو ما كنتش في فيوتشر ولا كنت في اي حته اصلا ما بحب كل واحد يشتغل شغلته. بس فانا حابب. فالكلام كان كتر في الفتره دي وكل واحد بيفتي وكل لعيب بيدخل في حته هو مش بتاعته. وتحذير تحذير تحذير تحذير. وانا كان عليا ضغوط اخرى موجوده
دخلت كسرت اوضه اللبس، كان كسرتها إيه رد هم الفعل؟ قاعدين. كان ايه رد الفعل بتاع اللعيبه؟ بالامانه مم. هنا حسيت ان انا ليا رصيد عنده. مم. بالامانه لعيبه كبيره ولها اسماء ومحدش اتكلم، مم. وقلت كلام ما ينفعش اقوله، بس في التوقيت ده النقطه دي عدلت حاجات كتير جدا 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 مشينا عليها كانت صح. مم. انا عايز افهمك ان ده غلط، عايز افهمك ان انت العب لعب، بس عايز افهمك كذا. ومش بقول ان هم كانوا غلطانين في الفتره ديت 100%، لا كان لهم حقوق، بس كان لازم حد يردهم كده. اوكي فاهم. فانا لما دخلت واتنرفزت، حتى الكابتن علي ماهر يعني مش متوقع مني رد الفعل ده، بس انا هو كان رياكشن صعب. بس كسرت محدش الباب لامك، ها؟ الازاز اه. برجليا وقعدت اخبط وكلام بقى ما ينفعش اقوله. مم. محدش لامك خالص. خالص. اوكي. هم بقى قالوا لي بعد شويه، مم. قعدوا يصالحوا فيا، فاهمني؟ مم. اول ما اللعيب يحس ان انت معاه وبتحارب له وانت انت مش جاي تعلم عليه مم. ولا جاي، انا معاك، انا معاك عشان توصل لاعلى فاهم مستوى، قصدك، فاهم وانت قصدك. الاول والاخير انت المستفيد مش انا. انا عايز انجح، بس اشتغل شغلتك، مم. اشتغل شغلتك انت. بعد شويه بقى ازاي يا كابتن تدخل تقول لنا كده وتقول الفاظ كده وبتاع مش عارف ايه. انت خبطت جامد. لا جامد. لا جامد. ماشي. لا جامد، لو تبصش على لا انا لا عارفك هتلاقي وانت متعصب في وش وبتاع تاني. ازاي، بس يعني قصدي انك خبطت يومها جامد. ماشي. بس يعني بشكرهم عليه الصراحه، أوكي. الامانه يعني. مين احرف لعيب في الثلاثه اللي هقولك عليهم دول؟ ابو كلهم. تريكه ولا حازم ولا عبد الستار؟ احرف. هو اولا هم الثلاثه طبعا جامدين عظام. جدا، الثلاثه اساطير يعني. عظام، لا طب. يمكن تتوقع هم يعملوا ايه، ماشي. لا يمكن تديله الكرة وتتوقعش ايه. اذكاهم ابو تريكه، حلو. اذكاهم في يعني الملعب، في الحاجات اللي ماشي. حازم بيمتع نفسه، مم. يعني حاسس ان بني ادم داخل يمتع نفسه. أوكي. انا بس عايز اعمل كده، بس يعني انا عاوز ان فانا هو الحرفنه بتاعته لمين، مم. لايه، مم. تارجت بعد ما انت تعدي هتعمل ايه. مم. فكان اذكاهم ابو تريكه، انه اكتر انه لان ابو تريكه مش بيرقصك، خلي بالك. هو رد فعله اللي بيرقصك. يعني حازم هيجي لك واحد ضد واحد، انما عمرك ما شفت ابو تريكه بيروح بيرقصك، بيروح كده واحد ضد واحد. ابو تريكه وانت جاي بيرقصك. اوكي فهمت قصدك. بقوم عامل كده، بيروح كده بوش رجليه، بقوم عامل كده اقوم عاملك كده. فهو مش زي حازم، هم مختلفين تماما. هم مختلفين تماما، مختلفين عن بعض. مختلفين. بس ابو تريكه بيعمل كده عشان عنده هدف تاني يعمله. اوكي. يعني يدي اسيست، فاهمني؟ يلعب، يشوط، مفاجأة. فدي كانت قيمة ابو تريكة. حازم هو عايز يدخل بين 3 4 ويفوت، وبيفوت ماشي. وبيفوت على فكرة، بيفوت. لا حازم في عزه كان وعاوز يجيب جون مش سهل. هو عاوز يدخل يرقص 5 ويجيب جون. ماشي. لو جات له كده صريح يحطها مش هيبقى مبسوط. لا ما كيفتنيش. انا عايز اعمل كده واعمل كده. فساحر طبعا. فده نوع تاني. اوكي. سترة يعني قرد. لا انا فاكر له كوبري كنا بنلعب بلجيكا على الخط. والله العظيم الواد جري وهو قام حاططها له، انا اول مره اشوف واحد يعني انت وراه، هو اداك كوبري وهو وراه. والله العظيم الواد بيجري وهو بيجري وراه، قام موقفه الكرة، فالواد خد كوبري وجري. ماشي. كانت اكتر حاجه شفتها في سترة يعني. اوكي. مين اللعيب اللي بتشوفه دلوقتي بجد محترف؟ عبد الله السعيد ولا زيزو ولا مصطفى شوبير ولا حد رابع؟ عبد الله السعيد. عبد الله السعيد عشان الضغوط اللي ولا عشان تجربته اطول فشفتها بكل الجوانب؟ ضغوط. اوكي. بص انا لعيب كويس، بس انا لو في 50,000 او 10,000 بيتفرجوا عليا مش هلعب كورتي. طب انا دخلت استاد القاهرة مش هلعب كورتي. طب انا طلعت من الاهلي وخدت قرار مع نفسي ان انا اروح حتة تانية. كل الناس ضدي وانا نفس الحكاية.
خلاص انا قررت ان انا حياتي في فرقه كبيره، ماشي ما عنديش مشكله، فكل الناس بتتكلم عليا ما عنديش مشكله. كل ده عمليه الفصل دي اقرب واحد لصلاح عبد الله السعيد. اوكي. في الفصل ماشي. ازاي بيقدر يفصل نفسه عن الضغوط، ينزل الملعب يبقى رامي كل حاجه وراه. ايه ده؟ واو. ده بقى الثقافه اللي اللعيبه بره بتتميز بيه. اوكي. فانت النهارده تشوف نموذج عندك في الاجواء دي؟ لا طبعا عبد الله السعيد. لا عبد الله في كل العصور. عبد الله انا بقول عليه ان هو اخر اللعيبه الكبار. صح. والله صح. هو اخر واحد من الجيل اللي هو يتقال انه عليه جيلكم لاعب كبير. صح جدا. موافق جدا. موافق جدا جدا. صح. مع ان عبد الله كمنتخب مصر يعني برضه ما خدش بطوله. وده عبد الله ظلمه السيستم الجديد بتاع الكوره اللي هو 2 تمانيات. الحرب ما بين 8 و10. الحرب ما بين ان انا العب ب2-8 ولا العب ب10. يعني فاهمني ازاي؟ بس لان في كان في جيلكم كان ممكن يلعب في المنتخب. كان بيلعب في الاهلي مع ابو تريكة. لا في جيلكم يعني في جيلنا منتخب مصر موجود في 2006 و2008. احنا جيلنا صعب قوي. احنا جيلنا صعب قوي. يعني مفيش حد يقدر يدخل جيلكم ده مش اساسي. كتير قوي يلعب ممكن غير صلاح. مش اساسي يعني صلاح الوحيد اللي ممكن يلعب اساسي. انت كان الجناح عبد الله عشان حتته بس عشان مكانه وكان فيها لكن هو من ريحه طبعا من كبير. وممكن ده اللي نفعه. خلي بالك هو ده انت متأسس على ايد ناس كبيره صح. اساتذه يعني فاهمني. فهو واخد من الجيل كتير قوي 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 يعني. بس هو شخصيته برضو نرجع نقول ان الشخصيه محترف جدا وقافل على نفسه وعارف. لا 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 لا, 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 لا خالص. انا بحب عبد الله شخصيته جدا. اكتر واحد بيحترم شغله في الحياه وعارف عارف قيمه نفسه. صح جدا. فاهمني. وبيشتغل بس على حد. انا عمري شفته بيرد على لا حد. لا لا خالص. يعني بيرد دايما في الملعب ساكت جدا. مش ده ما بيدخلش نفسه في مشاكل. عنده حاجات كتيره مش موجوده. عشان كده اقول لك ممكن ابقى لعيب كويس بس ما باجي عند الضغوط ما بلاقيهوش. فده اكتر واحد اتضغط عليه في مصر في ال10 سنين الاخيره. هو اكتر واحد ثابت نفسه. سواء انا معلش انا اسف في حقبه بيراميدز مع عبد الله بعد عبد الله حاجه تانية. صح. انا شايفها كده. الفرقه عملت انا شايفها كده. انا شايفها كده مع انهم عملوا بطوله بعدين اخدوا الكاس. شكل الفرقه بقى حاجه تانية خالص. صح. سبحان الله. مين اكتر واحد خسر لما مشي من الاهلي؟ رمضان صبحي، شريف اكرامي، حسام عاشور، احمد فتحي؟ كل الناس لازم تخسر لما تمشي من الاهلي. طبعا بنفس الدرجات. طبعا. لا شريف مختلف. شريف مختلف. يعني اي حد يسمعنا دلوقتي يقول لك رمضان اكتر واحد خسر. صغير كان ممكن يعمل حاجات كبيره. لا ممكن يعمل حاجات طبعا يعمل مشاوير يعمل بطولات. الباقيين كلهم كانوا في اواخر. طبعا. رمضان كان مشروع نجم الاهلي الاول. لا مشروع الاهلي كل فتره بيصنع له بيصنع خطيب تريكة. فده كان من الناس دي. كان المشروع ده كان اكتر واحد واخد الحته دي. فاهمني. وبعدين رمضان كان كل فيه مميزات دي. يعني يروح للحته ابو تريكة انه يروح لحته ان هو يبقى نجم مصر. اللي صح. ما هو الاهلي لازم يكون في نجم مصر وحارس مصر. في ثوابت كده في الفرقه لازم يكون من النادي الاهلي. ماشي. ولو جيت تشوف التاريخ هتلاقيها هي برضه. يعني الحارس انا بشوف يعني مش زي الحضري. يعني لا برضه كابتن شوبير وكابتن ثابت وكابتن اكرامي يعني هم حاجزين الحته دي. يعني الحته دي بتاعته استثناءات كل فتره يطلع حد من بره. الشناوي شوبير فاهمني. كله رايح للحته دي. مع ان بيبقى في جوان عظماء موجودين في الانديه التانية وفي نادي الزمالك. لكن الحته دي بتاعت النادي الاهلي. ماشي. والنجم الاول في مصر لازم يبقى من الاهلي. ماشي. خلي بالك كان رايح هي بتبقى صناعه مش صدفه. لا خالص. هي بتبقى صناعه. يعني انا كمسؤول ببقى شايف ان اللعيب ده عنده مواصفات النجم الاول فبديه. دي من مدرسه النادي الاهلي. فهم. ان في حتت محجوزه للنادي الاهلي عشان دي اللي بتاثر. عشان دي الجماهيريه بتاعتها. ما ينفعش النجم الاول في مصر حتى لو جيت للاهلي متاخر زي ابو تريكة. طبعا. يعني رمضان متربي جوه النادي فكبر جوه النادي. ابو تريكة جه الاهلي 26 بالظبط عادي. المواصفات موجوده. خلي بالك ابو تريكة ايه اللي نفعه؟ اللي حواليه.
انت بتلعب اسيست لعماد متعب. صح صح انت بتهزر صح جدا. يعني فاهمني، واللي بيلم فلافيو حسني وشوقي ومش عارف مين. صح 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 جدا. جيلنا كان كله مكمل بعض، موافق جدا على انما صح. مش ابو تريكه فاهمني، مش جيل نجم واحد. طبعا كلكم كنتوا نجوم. ما خلي بالك ان ليه اللعيبه اللي موجوده دلوقتي ما بتنورش قوي؟ عشان اللي جنبها عمال ينور ويطفي، فده مش قادر يشيل ده. صح. النسب مختلفه، تلاقي واحد عالي قوي، واحد عادي او تحت العادي، واللي بيعلى لفتره صغيره وبعدين ينطفي تاني. اوكي. او ما عندوش الجلد ان هو يستمر بنفس الليفل. اوكي فاهم. وده طبعا تاثر على الجيل بشكل كبير جدا. هسألك بقى اسئله سريعه جدا، مش هديك اختيارات، انت جاوب عليا على طول. قول. مين اذكى لعيب شفته بركات. في كوره الكوره؟ بركات. اشمعنى؟ هو كده سبحان الله ذكي. ها ذكي جدا. خلي بالك بركات لا سريع ولا عنده لياقه بدنيه. والله ماشي على طول وبشيش يعني كمان يعني بص وتشوف في الملعب في عصفور قرارات انه هو يعمل سبرنت، ده قراره صح، وطول الوقت قرارات انه يدافع. ده بيلعب مدافع. يعني كنت صح. بستغربه جدا ازاي ده بيعمل كده. ماشي. فده اذكى واحد لعبت معاه، بيعرف امكانيات نفسه وبيشتغل عليها وبيطلع نجم الماتش. خلي بالك ورغم ان هو كان في جيل صعب جدا، والناس تحس ان هو بدنيا ايه ده رايح جاي على الخط. هو ما بيجريش، هو بيجري سبرنتين. والله انت لو ركزت في الماتش تلاقيه واقف كتير. انا لعبت جنبه. واقف كتير. انا لعبت جنبه. اقول له بركات ما ترجعش، فاهمني. انا شايفه مش قادر يرجع، والناس تشوف في التلفزيون ان هو راجل. كنت رهيب. طب مين اذكى لعيب في الحياه؟ عارف هو عايز ميسي طبعا. لا مش قصدي بره، هنا في مصر. يعني اذكى لعيب في حياته الشخصيه، في قراراته، في مفاوضاته، في احمد حسن. ذكي. لا هو مش ذكي، هو عنيد، عايز حاجه هياخدها. اوكي. بس المشكله هو عايز كل حاجه. ايوه صح. لا هو احمد حسن طبعا. اوكي. مين اشيك لعيب بتشوفه في كار الكوره؟ حازم امام. انت فكرتش؟ لا حازم طبعا. وفي الجداد والقدام وكله حازم مش اشيك. حازم ربنا حط له حاجه، حب الناس. اوكي. دي مش بتاعت حد، مش بتاعت حد. بس هو من ناحيه شيك هو شيك برضه، بيعرف يلبس وبيعرف يتأنتك فاهم. بس في حد بقى من الاجيال اللي بعد كده، في حد شفته؟ لا هو كل جيل بيلبس على طبيعه جيله جدا، فاهمني. بس برضه في ناس بتلبس لبس مش اللي هو لمجرد ان ده الموضه. هو هايف ده. بيبقى هايف. اللي هو تلاقيه لابس لبس مش بتاع سن ولا مكانته ولا اي حاجه، بس هو موضه. هو موضه فبالتبع موضه. لو انت عندك 18 مش لو انت عندك 35. المهم يعني انت شايف انه حازم. حازم اوكي. حازم اصل هو بيلبس اي حاجه بتلاقي عليه. فاهم. صح جدا. هو امور اصلا. مين اكتر لعيب اكيل؟ ميدو طبعا. ميدو طبعا. وليد صلاح الدين طبعا. وليد طبعا ده ماشي. وليد وبعدين ميدو. وليد وميدو وهادي خشبه. ايه ده ما يبانش عليه. لا ده انا وليد شفته. وليد طبعا. وليد عالمي الصراحه. احلى واحد تاكل معاه. ميدو التاني طبعا. وليد وبعدين ميدو وبعدين هادي خشبه. ماشي. مين اعنف لعيب شفته؟ ميدو مره صورته في المنتخب وهو الطبق بتاعه. فصورته جايب حاجات كلها مش يعني مكرونه وما اعرفش كل حاجه. كل حاجه كانت على البوفيه. على البوفيه كانت موجوده في الطبق. ماشي. لا بياكل جدا. بياكل جدا. اوكي. طب مين اعنف لعيب مصري في الملاعب المصريه؟ يعني في ناس كتير قوي اخذت اللقب ده، بس انت شايف مين اللي كان لعبه جامد قوي؟ طارق حامد. كان رهيب. اوكي. طارق خد الحته دي وطورها. ماشي. في الاخير. اوكي. انما اول ما بدا كان عنيف. فرق بين مؤذي وبتاع. يعني مثلا من اقوى الناس اللي انا شفتها كان وليد سليمان. كعنف ولا كايه كضرب يعني. وليد اوعى تستفزه. صدقني وليد انا لعب معاه في امبي. ولعب معايا ولعب ضدي ولعب. انا من اكتر الناس اللي ما تستفزوش وليد سليمان. لا سبحان الله، يعني سبحان الله جسمه لا يدل على كده خالص. لكن لا وليد. انت ايمن سعيد ما لعبش معاك؟ مين؟ ايمن سعيد. وايمن طبعا. ايمن كان برضه ايمن كان مؤذي. طرد ماتش وماتش. لا ايمن بياكل اناقل. بياكل اتغدى بيها. ايوه. لا الحته دي كمان لازم خدوها. عشان كده في الكوره بره اللي اتطورت في الحته دي. هو ده بقى صانع اللعب رقم 10. احنا كنا واخدينها كان هو لازم يبقى
غشيم، ضريب لعيب بس. غشيم، ضريب بس، يفسد الهجمات بس. أيوة. بره بيقولوا عليه هو اللي بيوزع اللعب، اوكي هو اللي بيبني اللعب، ماشي. زائد ان هو بيعرف يستخلص ان الكوره، كورته عاليه يعني، مش كورته مش عالية. ضرب وخلاص. بالظبط. اوكي. نوصل للفقره الاخيره، هسالك على حاجه هي تقول لي حصلت ولا ما حصلتش، بس بسرعه جدا يعني. يقول لي انت كنت محسوب من رجاله محمود الجوهري، لكن ما كنتش من رجاله كابتن حسن شحاته، حصل ولا ما حصلش؟ ما حصلش بدليل ان الكابتن حسن شحاته لما انا بطلت خدني مساعد له في قطر، اول ما بطلت خدني في الجهاز بتاعه. يعني انت كنت من رجاله كابتن حسن شحاته برضو؟ انا رجاله منتخب مصر ما انا فاهم، بس دايما كان بيتقال على رجاله كابتن حسن شحاته دول اللي هم احمد حسن وعماد متعب وعمرو زكي وحسني عبد الرب واحمد فتحي. مره مدير فني كان ماسك المنتخب وكان ما بيسلمش عليا، بيحسبني من رجاله محمود الجوهري. ماشي، ده في الفتره اللي هي بعد الكابتن ورحت له الاوضه قلت له في حاجه بيني وبينك، وبعدين قال لي لا، واتضح انه كان عنده فكر ان انا من رجاله محمود الجوهري. ماشي. وبعدين بقى انا اصحاب جدا وعادي. وبعدين قلت له رجاله محمود الجوهري دي هي اللي هتشيلك في الاخر. حلو. اصلا مفيش حاجه اسمها كده من رجاله محمود الجوهري. انت كنت بيتقال عنك كده في الجرايد ان انت واحمد حسن اتشرف ان انا ده، يعني اللقب ده حلو ليا جدا. كنت دايما انميه واكتره. ماشي. في حد في الدنيا ما يبقاش مبسوط انه من رجاله محمود الجوهري؟ لا طبعا، بس عشان كده بقول لك، بس انت كنت من رجاله الجوهري بس مش رجاله شحاته. حصل مع حسن شحاته موقف عشان كده يعني من ساعتها واحنا الحمد لله كانت العلاقه بقت احسن بكتير جدا. لما رحنا ماتش الكاميرون لما طلعناهم من كاس العالم في اخر ماتش خالص، كان الكابتن اصلا حسن كان جاي مؤقت. وكان فاهم بعض الناس بتقول لنا ما تروحوش. ماشي. بعد مجلس الاداره والله اتحاد الكوره اتحاد الكوره كان بيقول لكم ما تروحوش المنتخب، وفي ناس في لعيبه ما راحتش وفي ناس ما جاتش. في ناس ما جاتش. ماشي. فانا رحت فلقيت الكابتن حسن بيسلم عليا بطريقه خير يا كابتن. انا متشكر يا عبد، متشكر يا كابتن. ايه متشكر؟ لا اصل انا كنت سامع ان انتوا في ناس مش هتيجي. قلت له يا كابتن ده منتخب مصر، انا مش جاي عشانك، انا جاي عشان منتخب مصر. وبعدين كل الكلام اللي حضرتك بتسمعه ده اللي علمنا يعني ايه منتخب مصر. حلو. فانا جاي لمنتخب مصر، مش جاي لحسن شحاته ولا جاي لمحمود الجوهري ولا جاي لاي حد خالص. انا جاي للمنتخب نفسه. انا جاي هو ده طبعا شالها لك دي. بقول لك قعد شكرني. ايوه ففضل شايلها لك. لعبنا بقى لعبنا ماتش عالمي. ماشي. ده كان سبب من اسباب ان الكابتن حسن يستمر في منتخب مصر. صح. كان السبب وبنى عليها. والكابتن حسن بقى خلاص بدل مؤقت، خلاص هو اللي هيمسك، خلاص المدير الفني ودخل الجيل بتاعه. واحنا كنا اكتر ناس سبورت للكابتن حسن. اوكي. خلي بالك عشان كده كنا مش سبورت يعني بنمثل. لا من اسباب نجاح الكابتن حسن شحاته هو جيلنا. موافق جدا. يعني اللعيبه الكبار اللي كانت معاه، لان الجيل الصغير اللي دخل علينا في ناس دماغها متلخبطه كتير. فكان لينا دور كبير جدا فكانوا محتاجين لعيبه كبيره معاهم. طبعا فكان محتاجين عبد الظاهر واحمد حسن وحسام إن الناس نجحت او حد نجح لوحده او جهاز نجح لوحده. لا صح، المنظومه لا خالص، الحكايه كلها كله بينجح. فاهم. احنا حبينا الكابتن حسن زي الكابتن جوهري بالظبط، وقدرنا ان احنا لما الادوات اتوفرت لنا عملنا حاجات الحمد لله فضل ونعمه يعني مع اللعيبه برضو اللي معانا. شكلنا جيل دلوقتي بيتقال عليه الجيل الذهبي. صح جدا. ماشي. كنت السبب في ان لعيبه مصريين يروحوا تركيا وبعد كده زعلت منهم، حصل ولا ما حصلش؟ طبعا حصل. ليه حصل؟ ليه زعلت يعني؟ ليه؟ ايه اللي خلاك تحس ان انت ايه ده يعني انا زعلت؟ عشان انا حاسس ان انا يعني انا بعمل كده مش بعمل كده عشان انا واجب عليا ان انا ربنا اتاح لي فرصه ان انا اروح واحترف. فانا عايزك برضو يعني لو انا في ايدي ان انا اجيبك هساعدك. ماشي خلاص. فانت ساعدت. في الاخر انا تقول عليا كلام وحش ليه؟ انا هنا بتتكلم على شخص ولا مجموعه اشخاص؟ يعني في حد بعينه اللي عمل معاك؟ لا، في شخص ضرب فيا انا شخصيا يعني وخلاص حطيته في حتته خلاص. ما عاتبتوش؟ خلاص. لا عاتبته طبعا وتصالحنا خلاص. انا عارف القصه. انما انا حطيته في حتته بقى خلاص. ماشي. انت كل واحد فيها له كرسي عندي، احط على الكرسي خلاص. ماشي. بدل ما كنت انا عاملك كذا
انت اللي نزلت نفسك مم. بالنسبه لنا. ولحد النهارده علاقتكم عامله كده؟ لا بنقابل نسلم على بعض عادي. عادي، انما مش صاحبي يعني. فاهم، بس قصدي في حته كده انك زعلان من ان هو ردها لك بالطريقه دي. طبعا مم. طبعا، لان انا بشتغل باخلاص جدا، اشتغلت لك باخلاص وانت كنت جداً. عاملها بجد بنيه صافيه انه الفرقه دي محتاجه مدافع، فانا محتاج اي برشح لكم حد بقى، فلان. محتاج اي حد. اما مثلا انا كتير، اصل امثله كتير انت قوي. رشحت كتير، طلعت كتير ها؟ قوي يعني، كتير جدا، ولعبوا معايا ولعبوا في انديه تانية وحاجات ولعبوا كده. في انديه مم. تانية فاللي كان بيردها لك بطريقه مش حلوه كنت بتزعل في منه. لحد الان ناس بتعاملني عشان انا وديتها. مم. يعني عند عبد الزار السقا ده، لو طلبت منه اي حاجه مم. تعملها، مم. يقول لك لا ده كتير يعني، مم. كتير جدا يعني. فانت منتظر ايه؟ ان حد بس يرد لك، ماشي. او حتى لو انت ما ردتش ما تردش بسوء. صح، فاهم. فاهمني؟ بس فاهم جدا. فزعلت جامد جدا يعني، لانه كنت حاطه في حته تانية. كنتوا صحاب جدا جدا جدا، بس علاقتكم توترت في السنين الاخيره. احمد حسن، صح ولا مش صح؟ احمد مم. لا، هو انا واحمد شئنا وابينا احنا انتوا 10 احنا سنين في غربه، فده احنا أكتر. محسوبين على بعض. طبعا. انما ده ان احنا توترنا، لا احنا بعدنا مم. يعني. اصل انت لما تكون واحد لمدة سنين طويلة كل يوم مع بعض. انا وعيلته مع بعض، مم. وطبعا عشان هو في زايد وانا في التجمع برضو المسافة كترت. هو خد طريق معين فالمسافة كبرت. يعني هي حصل في مشاغل النص الدنيا ولا مشاغل الدنيا هي اللي عملت كده، ولا حصل حاجات بعدتكم شويه عن بعض، ولا الاثنين؟ الاثنين. هو مين قال كده؟ ولا مين؟ انت بتسأل السؤال ده ليه؟ مش عارف، انا اشمعنى احمد حسن؟ انا حسيت ان انتوا كنتوا صحاب جدا في وقت من الاوقات. احنا جدا، اللي هو انتوا كنتوا اقرب اتنين مم. لبعض تقريبا. بعد كده احنا حسيت في اخر مثلا 7-8 سنين انتوا ما بقيتوش كده. والله ما حد قال لي حاجه، بس انا حاسس كده. انا حاسس كده ان انتوا ما بقيتوش قريبين زي ما كنتوا. طبيعه المكان بس، وطبيعه احمد بقى مشغولياته غير مشغولياتي خالص. انا بشتغل شغلانه وهو بيشتغل شغلانه تانية، فمع الزمن يعني بعدنا عن بعض. هي مشاغل حياه قبل اي حاجه. هي مشاغل الحياه، مشاغل الحياه وفلسفه شغل تانية بس يعني. ماشي. لما تكون التارجت واحد هو ده اللي بيقربك من صاحبك. ماشي. لما تكون خروجاتك واحده هي دي اللي بتقربك من صاحبك. لما تكون شكلي وانا شكلك مش ضروري تكون العشره طويله، لكن انتوا بتفضل شكل بعض. فاهم قصدك. ماشي. انا اكتر واحد كان صاحبي في الحياه كان عصام الحضري. والله. ايه ده؟ انا كنت رايح وانا بخطب مراته وهو بيخطب مراتي. ايوه، ما هو في دمياط وانا المنصوره. رحت معاه وهو بيخطب وهو جه معاك وانت بتخطب؟ أيوة. اوكي. احنا ده من زمان قوي. ها، تقريبا ما بنفرقش بعض. ماشي. وبعدين انا كنت ما باجي المنتخب كنت بسيب مراتي عنده ونروح بقى في اجازات المنتخب نخرج مع بعض. ماشي. انا كان بيتي في القاهره كان عصام الحضري. ماشي. فتره من فترات. وبعدين ايه اللي حصل؟ بس فهو الدنيا برضو ولا في حاجه؟ لا الدنيا بقى طبعا وانا احترفت وهو قاعد هنا وهو مشي بالنادي يعني. الدنيا برضو افترقت. بس هو ما بقى فيش حاجات حصلت. بس ما فيش حاجات حصلت يعني اللي هو كلاكيع. لا خالص. بس بقى اللايف ستايل بتاعه غير اللايف ستايل. ماشي. فبعدتوا ما بقيتوش صحاب بس لكن ما فيش اي حاجه. مش صحاب، مش بنات صحاب. هو خلاص ما بقيتوش قريبين يعني. الاهتمامات اتغيرت. ايوه فاهم قصدك. هم بطلنا كوره يعني. كنت قريب من الاهلي وكنت قريب من الزمالك في اكتر من مناسبه. حصل ولا ما حصلش؟ حصل جدا طبعا. مضيت في الاهلي مره. انا مضيت في الاهلي قبل ما اسافر تركيا. وخلاص، والحكايه دي الناس كلها عرفتها. أيوة. والزمالك مسكت القلم، كنت بمضي خلاص. وانت راجع بقى؟ لا مش وانا راجع. وانت هناك؟ كان في سنه كده بعد 8 سنه من الاحتراف. كان ولادي ما كانش لهم مدارس في البلد اللي انا هلعب فيه. الموضوع جه مفاجأة. في الفترة دي كان نادي الزمالك بيفاوضني. هو نادي الزمالك والاهلي بيفاوضوني طول السنين تقريبا، طول السنين يعني. ترجع ومش ترجع بتاع. كل مرة بيبقى في جس نبض كده. مش عايز ترجع بقى السنة دي، صح؟ لا، في مرة المستشار مرتضى بعت لي مجموعة، كابتن احمد رفعت وهاني زادة ومستشار محمود الله يرحمه. ده كان 2000 وكام بقى ده؟ السنة اللي حازم رجع فيها. ده 2002 مثلا. حاجه كده 3. وكابتن احمد رفعت الله يرحمه قال لي
اوعى ترجع. والله لما جه وشاف انك هناك أنا واخد هناك، وضعك اه فقال لك اوعى ترجع. قال لي اوعى بجد؟ ترجع. حلوه دي. جاي يفوتني، ايوه قال لي اوعى ترجع. اه اللي انا شفته ده اوعى تسيبه وتمشي ماشي. وترجع مصر تاني. وانت كان في فكره في دماغك انك ترجع يعني لا والله، خالص؟ هو الموضوع جه ان مستشار مرتضى قال لك مين عبد الظاهر السقا ده، اداني تصريح ابن لذينه، والله ما كنت اعرفه ولا كنت اعرف حاجه. فكلمت ماشي. احمد، فقلت له احمد ابوك بيقول ليه مين انا؟ مين انا اللي يدخل نادي الزمالك ده؟ فانا ما اعرفوش ولا هو فوتني، والناس كلموني في نادي الزمالك وانا قلت لهم لا. طب انا ايه غلطتي؟ هو ليه بس الكلام ده كان بعدها، ده الكلام ده 2000 لا كان في العهد الاول بتاع المستشار مرتضى. اصل انت الفتره بتاعت حازم لما رجع دي كان دكتور كمال درويش، ما كانش كان مرتضى نائب الرئيس. ما اعرفش، هو قال لي بس هي الفتره دي اصل احمد كمان كان صغير قوي. المستشار محمود الله يرحمه قال لي ما احنا رجعنا حازم يعني، فاهمني؟ كان بتفوتنا على الفلوس يعني. اوكي. فانا كلمت احمد مرتضى وقلت له ابوك بيقول كذا كذا كذا، ماشي ما ينفعش. ولا انا في حياتي رديت على حد ولا حد رد عليا وبتاع مش عارف ايه. ماشي. بس فلقيت المستشار بقى بيكلمني، انا اللي عايز افاوضك، فعشان كده بنكشك. ها والله. والله. يا هو عمل اللفه وفي دي. ناس جايين لك كمان يومين، قلت له انت بتاخد قرارات مع نفسك. حلو. يعني هو نكشك بس عشان يفاوضك، عشان يفتح حاجه الباب. حصلت لي في الحياه اصلا، ان طبعا. انا لما رحت قابلت ان نادي الزمالك في المطار بيقول لي امضي عشان راجعين في الطياره الثانيه. انت رايح تستقبلهم فقال لك امضي عشان نرجع على طول. ها ايوه، انا لقيت الكابتن احمد رفعت بيقول لي احنا طالعين الطياره عبد الظاهر وبتاع، احنا جايين لك انقره وبتاع. فقلت له واحد بيقول لي انا راكب الطياره، فقلت له طيب تنور الدنيا. تنور يا كابتن. كابتن طبعا تنور الكابتن مش عارف ايه. فطبعا اي حد مصري حتى انا لازم اروح اقابله، مش عايزك ليه، لازم اروح اقابله ذوقيا يعني. طبعا. فرحت قابلته، فالمستشار محمود بقى بيقول لي عايزينك بس تمضي هنا عشان هنرجع في الطياره اللي احنا رايحين فيها. فوشي اتقلب بقى. فقلت له امضي على ايه؟ فطمني عليه. انا طبعا ما اعرفوش. فالكابتن احمد رفعت قال له بص يا عبد الظاهر، احنا فهمنا ان انت اتفقت مع المستشار مرتضى، اتفقت عليه ولا اتفقت ولا عملت انت ولا اتكلمت حاجه في اي حاجه ولا والله العظيم زي ما احكي لك كده. بس كده انا عايز افاوضك فالناس جايه لك تخلص. قال لي لا احنا عارفين ان انت خلصت، فاحنا نمضيك بس ونمشي. قلت طب وانتوا جايين ليه الثلاثه؟ ما يمكن واحد ممكن واحد بس يجي يمضيني وخلاص. او اداري يا سيدي. بس يعني انا شايف عيب في حقي ان انا يعني راجل محترف وراجل امضي في المطار كده على الواقف وحشه قوي. رايح تشتري تيشيرت هتفاصل فيه. هقف اتفرج هقيسه. طيب فحضراتكم قدامكم حاجتين، اتفضلوا تاخدوا واجبكم وبتاع ونقعد نتكلم، لا حضراتكم توكلوا على الله من غير انا اصلا ما قلتش ان انا عايز انزل مصر. طب وانت لما قررت انك ترجع مصر بعد في الاواخر كان في برضو اهلي وزمالك في الصوره ولا لا كان افضل كان في حاجه؟ زمالك بس. كان في زمالك بس. ما كانش اهلي. ليه قفلت من في الاخيره دي؟ كنت في الاخيره كبرت قريب بقى طبعا، بس اتقال انك كنت قريب برضو. بص كان في كلام وجوه كانوا عاوزين وحد مش عاوز. ده في فتره ممدوح المدير عباس. الفني تقريبا هو المدير الفني بتاع الاهلي هو اللي مرضاش تقريبا ساعتها. يعني المدير الفني الاهلي ده غالبا كان مين؟ كان منول صح؟ لا يعني انا رجعت 2010 كان مين؟ مش ما هو بعد منول كان مصريين بقى. كانت الزمالك اللي بكلمني. فانا لما رحت كان مجلس ممدوح عباس ده صح كده؟ كان في الاستاذ عمرو الجنايني برضه وحازم امام وبتاع صح كده. ماشي. فكان في واحد في المجلس مش عايزك. فين؟ في الزمالك. لا كله عاوزني. انا قعدت معاهم في الشقه في نادي الصيد. كاب شوبير طلع في البرنامج قال لك عبد الظاهر ميدو خلاص. كنت قاعد معاهم خلاص. عبد الظاهر خلاص في الزمالك وبتاع. انا جاي بعقليه مختلفه تماما. انا مش بني ادم ان انا جاي عشان ما هو انا لو عشان خاطر الفلوس ما كنتش رجعت. صح. انا كل القعده على الفلوس. فانا بقول لهم يا جماعه ما حدش كلمني في فلوس، كلموني على الفرقه. كلموني مين هنعمل ايه، المشروع مين المدير الفني، مين اللعيبه اللي انت هتجيبوها. لو انتوا فاكرين ان عبد الظاهر السقا جاي يشيل نادي الزمالك او ان انا هبقى انا لا، انا المنقذ يعني هيبقى صعب. انا جاي كابتن فريق، انا جاي هنقول لكم الثقافات اللي موجوده اللعيبه جوه اوضه اللبس، هنعمل كل حاجه فاهمني عشان نرجع البطولات وبتكلم كده في فلسفه واستراتيجيه. وبعدين ما حدش فهمني.
كنت قاعد مع عمرو الجناني وحازم امام؟ لا مش حازم امام، ما كانش لا حازم كانش موجود. حازم امام موجود. اه. كان مين اللي موجود برضو؟ امين الصندوق ساعتها، وعمرو الجنايني ماشي. والمجموعه دي يعني. وقمت ما خلصتش، ما مضيتش. لا انا حسيت الناس بتكلمني في حته تانية خالص غير دي. انا بني ادم ما لعبتش فرقه كبيره ليه؟ ده سؤال برضو يعني. في ناس طبعا غلطان، طبعا 100% غلطان بجد. لا ما لعبتش فنرباتشا ولا بشكتاش. انت غلطان انك ما لعبتش فرق كبيره ليه؟ الحاجات دي جات لك هناك؟ طبعا كلهم الثلاثه جولك كلهم بشكتاش وفنار وبخشة طبعا وجلطة سراي. انا مشكلتي لساني يعني. في مره فنرباتشا كان بيكلموني وخلاص يعني تمام. رئيس النادي اللي خدني من دينيزلي، انا كنت بحبه جدا. انا بحبك فانا يعني انا معاك خلاص. قال عبد الظاهر انت عايز تروح فنرباتشا ليه؟ قلت فرقه كبيره وكل حاجه يعني كارير ولما بطل وبتاع. قال لما احنا هنا احنا كنا في فرقتي انا كنا بننافس على الدوري برضه فرقه كده، بس احنا عملنا منها فرقه جامده جدا جيش شابيلي. والمدير الفني بتاعنا كان واخد احسن مدير فني لمده 3 سنين. فماشيين بطريقه. قلت له يعني ايه؟ طب احمد حسن هيقعد؟ فهمني. قال لي احمد هيقعد ان شاء الله. كنا احنا الاثنين مع بعض بنجدد عقود. بس عمرنا ما قعدنا قلنا انت هتعمل ايه وانا هعمل ايه خالص. انا واحمد كده ماشي. هو احمد بيتصرف مع نفسه وانا بتصرف مع نفسي. ماشي. انما يوسف كنت بعرف وبنناقش بعض، انما احمد دايما هو مع نفسه. اوكي. فاحمد اصلا كان مضى في بشكتاش وما قالكش وما قاليش. فاهمني؟ عادي جدا يعني. لا بس ازاي احنا مع بعض في الغربه عادي يعني. فعرفت عرفت من بعديها. فاهمني؟ فقلت لرئيس النادي انا قاعد انا مكمل معاك. قال لي عشان الكلمه دي انا هديك نفس الفلوس بتاع فنرباتشا، ودي هتبقى اغلى لعيب عندي في النادي. ماشي. ومدير الفني قاعد مبسوط جدا وقال عبد الظاهر انا عايزك معايا لو سمحت. المدير الفني بدأنا السيزون راح منتخب التركي. وزعلت منه جدا وقعد يصالح فيا. جالي البيت قلت له لا انا ما رحتش فرقه كبيره عشانك وعشان رئيس النادي. وانت قال لي ده منتخب ما اقدرش اقول له لا. ما اقدرش. انا ما باركتلوش ان هو راح منتخب. انا كنت قاعد عشانك وانت تسيبني وتمشي. بس من الحاجات الغلط جدا اللي انت ليه بقى انا ما بروحش فرقه كبيره. انا بني ادم استريحت في اي حته انا هقعد فيها. ماشي. نفسيه ده غلط. اهم حاجه نفسيه. ده غلط. انا مش بتكلم يا جماعه ما تاخدونيش نموذج. ماشي. لان ده حاجه مش صح. انا بني ادم لما كنت بروح فرقه يعني مثلا قياسا بالزمالك وانبي انا رحت انبي ما رحتش الزمالك عشان الانبي كان هيقدم لك اللي انت محتاجه. فكري فاهم. انا مرتاح هنا وهقدر انجح هنا. ايه والدنيا ماشيه ازاي. والحمد لله انا بنجح في كل حته. ونجحت في انبي وخدت كاس. وده سبب نجاحي. خلي بالك ان انا ببقى مرتاح نفسيا. ممكن يكون اقل فلوس انا مرتاح نفسيا هنا. فاهم. ما مرتاح. ودي سببت لي مشاكل كتير جدا في حياتي. انا دلوقتي اصلا يعني انا دلوقتي مقابلاني مشاكل بسبب المكان الحته دي. ان انا مش انسان ان انا مثلا يجي لي شغل في مكان بفلوس كويسه بس مش هيقدم لك فلوس خالص. ايوه اصلا يعني. بس قصدي انه مش هيقدم لك اللي انت محتاجه عشان تنجح. مش هتروح. مش هروح. حتى لو فلوس كويسه جدا. حتى لو فلوس كويسه. فاهم جدا. وده صح. ده صح. انا شايف لو انا عندي ادوات النجاح وشفتها ان انت راجل الايمان بالقضيه ده الايمان بالنجاح لازم كل المنظومه تكون مأمنه على هدف واحد. على هدف واحد. مش انسان جاي يقضيها. صح. لا لو انا انسان هاجي اقضيها انا هشتغل كل يوم. موافق جدا. ماشي. خلاصة الكلام انا اتبسطت بحلقه النهارده ومبسوط انك فتحت قلبك وحكيت. صح. لا الميكروفون ده ليه سحر. صح. بيطلع القعده اللي سحر خالص. غير البدله غير البدله خالص. تحس ان الكلام خارج لوحده. والله صح. صح جدا. وبعدين لما تفطر فول وتيجي برضو تبقى حلوه كمان. بتحس ان انت فاكك. نورتني يا زهرة وسعيد جدا. انا بحبك على المستوى الشخصي وبحبك على مستوى شطارتك ونجاحاتك ومشوارك الناجح.
بتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي. الله اشوفك ان يخليك. شاء الله سبورتس دايركتور في حته مهمه جدا ان باذن شاء الله الله قريب. ان شاء الله نقدر نعمل حاجه شاء كويسه الله. باذن الله، وانا متشكر جدا طبعا. نورتني انت وبشكرك عارف انك قبلت بالنسبه دعوتي. لي انت بالنسبه لي كوكتيل. حبيبي. والله بجد يعني مذيع شاطر جدا، فنان شاطر جدا، وده عرفتها عنك اخيرا يعني. صوتك حلو قوي الصراحه حبيبي يعني. يا حبيبي يا زهر. وانت عارف اول حاجه انا اللي هقدمك للجمهور. ايوه اول حاجه اغني ده اغني في الجمهور. الفرح انا ان شاء الله. بالظبط ان شاء الله. انا بعيش بقى ايام صعبه جدا دلوقتي، مش واخد عليها مرحله جديده. طبعا. طبعا ان انا بنتي هتتجوز، فانا ديت يعني مرحله مختلفه خالص عن اللي فات خالص تمام. ان ربنا انا يبارك اب لك بقى فيها يا رب. وبتجوز وبتاع، فدي قصه بالنسبه مختلفه. لي ايه ده، فصعبه شويه. ربنا يبارك لك في حبيبي. ولادك، ودايما اشوفك حبيبي يا متالق كريم. وناجح. الله يخليك يا حبيبي، متشكر أشكرك جدا. شكراً انا جزيلاً. سعيد ان انا كنت معاك، حبيبي. والتوفيق دايما. حبيبي نورتني يا زهر. ودايما والله. انت مختلف حبيبي. مختلف في كل حاجتك، حتى في الراديو، حتى يعني في ساعات انا بقف وبستنى لحد ما انت ما تخلص. عطلتني انت ده عن والله حاجات العظيم كتير. شرف ليا. والله بجد. والله شرف ليا. لان البني ادم اللي عنده حاجه بيبان على طول. حبيبي والله بس العظيم. حبيبي نورتني وبشكرك انك قبلت حبيبي دعوتي. متشكرين جدا حبيبي. كانت حلقه جامده جدا مع النجم الكبير عبد الظاهر السقا في ابن كارك. دايما مع بعض.